الحاج محمد اخو الشهيد صبري امين، اولا البقاء لله. ربنا كان على خير احسن يا رب. كانت ايام مفترجه طبعا، وربنا ينول لنا الشهاده جميعا يعني. ان شاء الله. احكي لنا ال 26 الدنيا كانت عامله ازاي؟ سمعتوا الخبر ازاي؟ انت كنت هو يوم الخميس ساعة السحور، بعد السحور يعني 5 دقايق، حوالي الساعة 3 الا ربع جالي ده فعلا يعني والله. قام جاي قال لي انا حجزت العفش، فقلت له مبروك. قال لي بس مش هتجوز، هموت زي الناس اللي في رابعه، والله العظيم قال لي كده. فتاني يوم كان الجمعه، طبعا انا حسيت يعني ان هيجرى له حاجه فعلا يعني. فجيت اتصل بيا مرتين ما رضيتش ارد عليه. صليت الجمعه ورحنا عند القائد ابراهيم، بدا ايه شويه بلطجيه بيضربوا بالخرطوش. صليت الجمعه هنا ولا عند في القائد ابراهيم؟ لا صليتها هنا في المطار هنا. كلكم يعني ولا حضرتك بس؟ لا انا بس. تمام. فرحت هناك واحنا بنصلي العصر في الركعه الثانيه بدا ضرب ايه؟ خرطوش ومش عارف ايه وبلطجيه. فمسك واحد بلطجي قلت لهم حرام، الاسلام ما قالش كده ايه؟ محدش يضربه ومش عارف ايه والكلام ده. مسكوا واحد تاني، طبعا كانت في اعداد كبيره داخل المسجد بتتعالج من الخرطوش والكلام ده، اصابات كتيره جدا. بعد كده خلصنا العصر، انا قلت وانا ساجد كده ايه يبقى انا مت وانا ساجد. خلصنا العصر، طبعا كان في هناك عدد كبير جدا عند القائد ابراهيم، الطيارات صورت. انا حسيت ان هيحصل حاجه. المهم بعد ما صلينا العصر قابلت جوز اختي، قلت له انا عارف صبري هنا وصبري هيموت. مسكت التليفون بتاعه اتصلت، يا صبري تعالى تعالى. قال لي مش قادر اجي، الجامع ولا العين جنبه مش عارف ايه، حرام حرام بيضربوا الناس ومش بيموتوا الناس. المهم قمت جاي ايه، القنبله بتاع الدخان جت يا دوبك شميتها انا جيت مغمى عليا. فبداوا الناس جابوا لي خل تقريبا وحاجه ساقعه وفوقوني. جيت بعد كده ايه، خدت جوز اختي ماشيين، قلت لهم ما تيجي، احنا مش طالعين لله، احنا ولا طالعين لمرسي ولا الاخوان ولا حاجه، احنا طالعين عشان الدين، تعالى يمكن. طب حضرتك طالع يعني حضرتك طالع عشان الدين، طالع عشان الدين في ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. جميع القنوات العامه اللي عندنا الفضائيه بتهين الدين اساسا. بتهين الدين ده. طب بتهين الدين في ايه؟ يعني ايه اللي انت سمعته اهانه للدين؟ ياما. طب في ايه؟ يعني ايه النقطه اللي حضرتك سمعتها اهانه للدين؟ يعني انا سمعت قبل كده سب دين من عمرو اديب. اي حد دلوقتي، خلي بالك الاخوان من غير ده ما بيربوش دقنهم. اي حد ملتحي ارهابي. وانت شايف، وانا اللي بقول، ما الدنيا كلها شايفه، القنوات كلها خلصونا من دول، موتوا دول. وبعدين اللي يطلع قال لك ايه، مفيش حاجه اسمها دوله يبقى فيها دين اسلامي، واخد بالك ده؟ انما احنا ولا طب مين اللي قال كده؟ انت شايف اللي اسمه بس يعني بس اقول لحضرتك على حاجه، دولة ما فيهاش دين اسلامي ازاي واسكان المادة الثانية في الدستور بتقول ان احنا دولة اسلامية؟ هو بيطلع، مش في فيديو اتنشر غلط؟ انت ما شفتوش الفيديو بتاع اللي هو مش عارف ايه نمنم ده؟ قال لك من غير زواق ولا كلام، ما فيش حاجة اسمها اسلامية، في حاجة اسمها علمانية، واخد بالك؟ احنا اساسا ما احنا عايشين في مصر، هي دولة اسلامية. ما احنا مفكرينهم مسلمين. هي دولة اسلامية، وطول عمر المسيحيين جنبنا محدش هانهم ولا حد يتكلم معاهم. انا ذات نفسي لو عايز اتعارك مع المسيحيين انا بقف مع المسيحيين، واخد بالك؟ ففي هجوم جامد. طيب عايزين نرجع تاني للنقطة اللي حضرتك كنت موجود فقال له عند القائد ابراهيم. المهم اتصلت بيه ما رضاش يجي. جيت هنا قبل الفطار قال لي ايه صبري اتصاب بطوبة. قالوا لي اتصاب، اتصلت بيه قال لي انا في الاسعاف ودي ايه طوبة ما تخافش. جيت هنا قبل الفطار، يا صبري تعالى، مش جاي. قال لي اول مرة اتصاب بطوبة. ايه؟ اول مرة كانت طوبة. اول مرة قبل الفطار كانت طوبة. يا صبري تعالى مش جاي، يا صبري تعالى مش قبل جاي. الفطار ما بين العصر والفطار ولا وقت العصر؟ لا قبل الفطار بتاع تلت ساعة كده. تلت ساعة. فقلت له يا عم تعالى وهروح معاك بعد الفطار. قال لي انت مش قلت لله؟ واحنا قلنا لله، خليها لله يا اخي. قلت له صبري طب تعالى هنروحوا سوا. قام جاي قال لي لا هنعطر هنا. بعد ما فطرنا ب5 دقايق اخوه قال لي ده صبري بيتصل والتليفون قطع. اتصلت بيه ما ردش. تاني مرة رد، قام جاي قال لي في ايه يا صبري فيك ايه؟ اتصلت باخوك كبير الاول. قلت له في حاجة؟ قال لي انا مصاب. كنا بنصلي المغرب واتصبت.
قلت له وصبري، قال لي متصاب ودخل المستشفى الميداني. فاتصلت بصبري ما ردش. تاني مره مرضت، ايه يا صبري في ايه؟ قال لي الحمد لله محمد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فكرت مين بقى اللي تعبان؟ مش هو، اخوه. اتصلت باخوه تاني قال لي لا ده انا خرطوش ومش عارف ايه، واخد بالك. قفلت السكه ونزلت اجري، خدنا عربيه ورحنا على القائد ابراهيم. لقيت هناك بقى الموكيت كله دم بتاع القائد ابراهيم. كان طبعا هناك بعد صلاه العصر قنابل دخان من البحريه ومن الداخليه وقنص رصاص حي، كله شغال كده، واخد بالك. يعني الخراطيش كانت سهله، الطلقات الحيه هي اللي كانت، واخد. فالمهم رحت للقائد ابراهيم، قعدت ادور، قابلت دكتوره قالت لي صبري استشهد هنا في الجامع على مع اخوه. جيت بقى رحت على المستشفى الميري، خدت اشاره، رحت على اسم العطارين. طبعا لقيت هناك تتهم الشرطه ما تخش تصريح دفع، واخد بالك. فقلت له ما تتهمش اي حد، زي ما سمعت انا ما شفتش حد وما اتهمتش حد، واخد بالك. جيت اعطوني ورقه، رحت بيها الصحه تاني يوم، اقول لي مين اللي اعطاك الورقه دي؟ يا ابني ده في طلق ناري ومش عارف ايه، انا وطبيب شرعي يطلع معاك من هنا. رجعت على نيابه العطارين، طلعت لنيابه العطارين، قالوا لي ليش النيابه في المديريه، واخد بالك. فقعدت لحد الساعه 10 ما حدش جه. رحت على اسم العطارين، قالوا لي ورئيس النيابه خد المحاضر وراح المديريه. طلعت المديريه لقيت رئيس النيابه، اعطيت له الورقه، قال لي طلعت ينهاني من اسم العطارين واخويا ميت مش عارف ادفنه ازاي. قام جاي قال لي ماذا على وكيل نيابه تاني؟ قال له عملت له مناظره؟ قال له لا ده مجهول. قلت له مجهول؟ انا اللي عامل له المحضر وانا معايا بطاقته وبطاقته اهي، ازاي مجهول وانا اللي عامل المحضر؟ فين المحضر؟ ملوش المحضر. قال له طب انزل اعمل مناظره دلوقتي. خدت وكيل النيابه، ركب البوكس وانا ركبت تاكسي ورحنا على المشرح على كوم الدك. طبعا دخل واعطانا ورقه سبب الوفاه مفيش اي حاجه. رحت طلعت تصريح الدفن ورحت دفنت تحت. طبخت يعني بقول الله ربنا يجعلها خير احسن. لا لدرجه ان انا قابلت وكيل النيابه قلت له عشان خاطر ربنا لله دلني اعمل ايه؟ عايز ادفن اخويا. قالوا لي لو اتهمت الشرطه مين اللي قال لك كده؟ الاسم يعني كان رتبته ايه يعني؟ مين شرطه ولا ضابط ولا مقدم؟ في اسم العطارين ده معايا 2 محاميين هنا موجودين، واحد اسمه حسن شعبان واخد بالك، ومعايا واحد اسمه حسن بحري هنا بشهادتهم. يعني لقينا ماسكين 16 واحد في اسم العطارين، فمتهمين بسرقه محل السعيدي في نفس اليوم ونهبوه. اقسم بالله نادوا على المأمور قالوا له يا باشا مش هتطلعنا ولا ايه؟ قال لهم انتوا معمل لكم محضر سرقه. قالوا خلاص هنقول وهنقف قدام اي حد، انت اللي قلت لنا موتوا الاخوان. والله العظيم ده حصل. وانا عارف نفسي ان بص كل الدوله خلاص، يعني انا ممكن اعتقل اي وقت من غير طبعا ولا ليا عمري دخلت حزب ولا ليا في اي حاجه خالص، واخد بالك. يعني انا عارف، بس ده القنص اللي هو مقنوص بيه طلقتين، يعني مش واحده بس، ده طلقه هنا وطلقه في الدماغ، يعني 2 بيقنصوه. هو مش بطل شعب يعني ولا حاجه، ده واحد جه يعني نازل عشان الدين، نازل لله. قال لك والله ولا لنا ميول ولا نعرفه، يعني لدرجه ان هناك المشكله. بس عارف المشكله في ايه؟ ان الناس اللي ملهاش علاقه بالكراسي، وان الناس اللي هي يعتبر زي حالاتنا لا لها علاقه ولا لها احزاب ولا لها علاقه بالتيارات الدينيه ولا اي حاجه، هم دمت اللي بيجوا فيها. صدقني والله دي بامانه، ودي صراحه دي واضحه. يعني مثلا صبري الله يرحمه تبع حزب؟ مش تبع اي حزب. معاه كارنيه حزب؟ لا. مش تبع الجماعه يا اخوان المسلمين؟ ولا ماشي. هو مش تبع السلف؟ لا. وهو اللي جت فيه. هي كده. لا مش في لوحده، جايه في ناس ياما. في ناس ياما. فعايز اقول لك ان يعني الاغلبيه اللي بيموتوا ما لهمش علاقه بالاحزاب ولا التيارات الدينيه ولا الاسلاميه. هو كل اللي بيموت خلي بالك، يعني انا من اول ما كل مره يقول لك ايه الاخوان بيضربوا، انا كان نفسي بطلع اشوف مره، نفسي الاقي اخوان مين اللي بيموت؟ ما من المظاهرات دي من الناس الاسلاميين بس،
في حد بيموت تاني؟ قول لي مين مات تاني؟ مش انت عارف؟ يعني مش عايزين ندخل في جدال. انا عايز اقول لك ان البقاء لله، وربنا يجعله رب اخر الاحزان. في كلمه اخيره عايز تقولها بس قبل ما نقفل؟ انا عايز اقول ان احنا يعني عمرنا ما ظلمنا حد، ولا نزلنا عشان نناصر مرسي، ولا لنا في الحاجات دي، واخد بالك؟ احنا نازلين لله، واقسم بالله نازلين لله. اقول لك على حاجه، ما نقول ابو الكرسي اللي يخلينا ندبح. انا ماليش دعوه بكرسي، احنا مالناش فيه. انا عايز اقول لك احنا مالناش فيه. انا لما الاقي واحد زي ابراهيم عيسى في قناه فضائيه بيتكلم على قران ربنا بيقول هلك عني سلطانيه، ويجي متريق ويقول السلطانيه السلطانيه السلطانيه. في مسلم هيقبل بكده؟ رد عليا انت، في مسلم يقبل بكده؟ انا ما بردش، انا بسمعك. طب يعني اي واحد يسال الاستاذ عبد الفتاح ينفع؟ لا طبعا. ينفع؟ ربنا يعدينا منها على خير، ويعدي البلد على خير، والبقاء لله. وتوفى برضه في ايام مفترجه، وشهيد عند ربنا، وكل من قدر غدرا فهو شهيد. الحمد لله. البقاء لله وربنا يجزاك خير. شكرا.